السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد، واخا غبرت شحال هادي ما حطيتش فيديو ديال الماكلة، ولكن راه الصراحة ما كايناش المشاهدة، يعني ما كايناش المشاهدة وما كايناش التفاعل. بنادم كيشوف الفيديو ما كيدير لا جيم، ما كيدير حتى شي حاجة، ما كايناش التفاعل. كتحط الفيديو بنادم ما كيتسوقلكش، واخا انتي كديري محتوى نقي، ولكن مع الأسف يعني كيجيك الملل عليها. ما كنحطش فيديوهات بزاف الناس كيقولوا لي يعني انت الوصفات ديالك زوينين وما كيصدقوش، علاش ما كتحطيش الفيديوهات؟ المهم اليوم غنحط لكم فيديو ان شاء الله ديال البطاطا سوطي، اللي ممكن نرافقوها مع المشاوي، مع الحوت مقلي، مع الدجاج، مع اي حاجه كطبق مرافق. ممكن نحطوها بوحدها مع شي حاجه، المهم معاش ما بغيتو تقدموها قدموها، هي كتجي طبق مرافق. المهم اول حاجه انا درت البطاطا الصغيره، يمكن لكم ديروا حتى البطاطا الغليظه. البطاطا الصغيرة نقيتها عاد سلقتها مع شوية ديال الملح، درتها تسلق. كما قلت لك البطاطا الكبيرة يمكنكم تقطعوها مربعات، انا درت البطاطا الصغيرة هذيك البيضة درتها تسلق تقريبا واحد 10 دقائق. المهم طيب ما خصهاش تهرى، يعني تقلبوها بالموس تلقاوها طابت ما خصهاش تهرى. من بعد كنصفيها من الماء و... ومباشرة وهي سخونة كنصفيها من الماء، كناخد مقلة كندير فيها الزبدة الحيوانية، يعني الزبدة المزيانة، ماشي الزبدة النباتية ديك ديال البواطة، لا، الزبدة المزيانة ديال النباتية. كندير فيها ديك الطريفات الزبدة على حسب الكمية ديال البطاطا اللي عندكم، يعني مع عينك ميزانك. المهم كندير فيها كدوب ديك الزبدة، من بعد كندير فيها البطاطا. يعني هي ساهلة، فيها غير 3 المكونات فقط. كندير شوية الملحة وشوية الكمون فقط، فيها غير الملحة والكمون والزبدة. الصراحة أنا جربتها بزيت البلدية ما كتجي عيانة، جربوها بهاد الطريقة، يعني الصراحة كتجي واعرة. صافي غير الملحة والكمون وهذا، وكنقدموها بالصحة والراحة فقط. هادشي اللي كاين، الملحة والكمون والزبدة كتشحري واحد 5 دقائق صافي، وكتقدميها بالصحة والراحة. المهم غنقول لكم بسلامة عليكم وتهلاو في راسكم، وما تنساوش اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك وديروا جيم وبارطاج. يلا السلام عليكم والله يعاونكم.